في 2014 نزل فيلم عظيم اسمه فيوري للعالمي براد بيت. الفيلم بيتكلم عن اواخر الحرب العالمية الثانية. بتبدأ احداث الفيلم في ابريل 1945. ابطال الفيلم 4 جنود غير قائدهم اللي بيقوم بدوره براد بيت، اللي مسؤول عن الدبابة فيوري التابعة لجيش الحلفاء وتحديدا الجيش الامريكي. واثناء ما كانت دول الحلفاء بتحتل مدن العدو الالماني، اتطلب من فيوري مهمة خطيرة جدا. حد يقول لي المهمة دي مهمة قوي؟ اقول له لان المهمة دي محتاجة 10 دبابات، واللي موجودين 4 دبابات فقط، من ضمنهم الدبابة فيوري. والمهمة انهم يحموا ممر لو عدى من عليه الجيش الالماني هيوصل لمركز المؤن الامريكي، ومعنى كده انهم لو وصلوا هيقتلوا كل المدنيين اللي هناك من دكاترة وممرضين. فبيتحركوا بسرعة لمكان المهمة، وعند وصولهم للمكان وبالفعل يتحقق الإفيه ويكتشفوا ان في جيش الماني بيبعد عنهم 500 متر فقط، من 200 ل 300 جندي، ده غير الدبابات والمعدات وحفلة كبيرة. وفي لحظة قرر القائد براد بيت انه هيضرب فيهم بكل الذخيرة اللي معاه، على الاقل يعطلهم، وقال لباقي الجنود اتحركوا انتوا او اهربوا او استخبوا في مكان بعيد، وبعد المعركة دي ما تخلص ارجعوا واحكوا عن بطولاتي. طبعا الجنود عارفين انه كده بينتحر، ولو فضلوا معاه برضه هيموت. وهنا بقى الجنود في موقف صعب جدا، ينسحبوا ويسيبوا الجيش الالماني يمر ويروح لمركز المؤن، ولا يستنوا مع براد بيت ويحاولوا يعطلوهم باي شكل، بس في المقابل هتكون نهاية حياته. وده اختيار صعب. الاختيار الصعب لما ما يكون مفيش اختيار احسن من التاني، يا الاتنين حلوين يا الاتنين منيلين بنيل، بس في الحالتين لازم تختار واحدة منهم. ومش لازم على فكرة تكون قرارات مصيرية علشان يبقى الاختيار صعب. يعني مثلا لو انت جعان جدا وبتختار ما بين اكلتين، اكلة منهم انت بتحبها بس مش هتشبعك، والاكلة التانية ما بتحبهاش بس هتشبعك، وهنا كده الاختيار صعب. المشكلة انك هتلاقي دماغك بتختار بالطريقة اللي انت متعود عليها. ايوه، انت اللي بتعود وتدرب دماغك ازاي تفكر في الاختيارات الصعبة. المشكلة هنا بقى اننا مدربين دماغنا بشكل غلط. بس خلينا نرجع لمثال الاكل تاني، وافتح بقى دماغك معايا كده وركز. الاكلة اللي انت بتحبها هتشبعك، والاكلة اللي انت ما بتحبهاش مش هتشبعك. هنا الاختيار سهل، لان في اختيار منهم هو اللي حلو، واختيار تاني باين عليه ان مش هو المناسب، فطبيعي يبقى سهل انك تختار. لكن في الاختيارات الصعبة زي اللي كان فيها الجنود، دماغك بتبتدي تفكر بالطريقة الغلط اللي انت عودتها عليها. يعني مثال، لو انا قصادي ان اشتغل موظف بمرتب ثابت واعيش حياة روتينية تقليدية عادية، ولا افتح البيزنس الخاص بيا وابتدي ابني حياتي بنفسي واعيش الحياة الخاصة بيا مش اللي الناس عايزاني اعيشها. المشكلة ان احنا بنقارن ما بين القرارين بحاجة اسمها المنظور الكمي، زي الطول والوزن والكتلة والعدد. والمنظور الكمي ليه 3 حالات فقط، يا اكبر من، يا يساوي، يا اصغر من. والمشكلة هنا بقى بتحصل لما تبقى الحالة يساوي. يعني انا مثلا عندي اختيارين، ابص على المميزات الاقيهم متساويين، ابص على العيوب الاقيهم متساويين. وهنا الاختيار بيبقى صعب. الموضوع لو اكبر من او اصغر من زي ما اتفقنا خلاص بيبقى واضح، ولكن في يساوي هي هنا بتبقى العقبة. وفي الاخر بنشوف اللي يناسبنا او اللي يناسب الاسباب المحيطة، وده بيكون لازم يتناسب مع اللي الناس شايفاه صح، علشان دي الطريقة اللي احنا دايما بنحكم بيها في اختياراتنا، وبيكون ده الطبيعي. روث تشانج وهي استاذة الفلسفة المعاصرة بتقول اننا لازم نبتكر علاقة رابعة غير اكبر من او يساوي او اصغر من، لان ده المنظور الكمي اللي بنقدر نحكم بيه على حاجة يهمنا فيها العدد او الطول او الكتلة، ولكن ما ينفعش نطبقه على القيمة. يعني اقول لك مثال، تخيل مثلا معايا ان انت معروض عليك وظيفتين، والوظيفتين نفس المرتب، وانت بتفكر تختار انهي وظيفة فيهم. اتصلت بيك شركة قالت لك احنا علينا المرتب 2000 جنيه. هنا الاختيار بقى سهل، خلاص انت هتختار الوظيفة اللي مرتبها بقى اعلى. ولكن تخيل بقى لو انت بتقارن ما بين وظيفة بمرتب ما
وحاجة تانية ليها علاقة بحلمك او شغفك او الحاجة اللي انت بتحبها او الموضوع اللي انت عاوز تكبر فيه، سواء تبقى مشهور حاجة تانية، ولكن الاختيار هنا بره المرتب تماما. وجات الشركة بقى اتصلت بيك علت المرتب 2000، هل وقتها هيفرق معاك؟ مستحيل، لان انت الموضوع عندك حاليا مش في المرتب، الموضوع عندك في هل هشتغل الحياة دي، هل هبقى في الحياة دي بالنظام ده، ولا انا عاوز ابقى في الحياة دي بالنظام ده بالحاجة اللي انا بحلم بيها او بحبها. وهنا انت ما بين اختيارين، حاجة انت بتحبها ولكن بالنسبة للناس المحيطين مش منطقية. الامان والمنطقي بالنسبة لهم هو انك تبقى في الحالة دي، حالة المرتب الثابت والحياة الروتينية، وبيعتبروا ان ده الامان. ولكن العكس، ازاي في امان في حاجة ثابتة؟ الحياة كلها بتتحرك والمرتب من اسمه ثابت. وهنا لازم هتروح لقوة خلق الأسباب، وهي دي المقياس الرابع اللي عايزين نبقى بنقيس بيه الأسباب. هنا هنحتكم للأسباب، أسبابك أنت. هل أنت عاوز تبقى بتحقق حاجة وبتمشي في حاجة أنت بتحبها وعاوز تعملها حتى لو ما وصلتلهاش فهتبقى أنت فخور لمجرد أنك حاولت، ولا هتختصر وتمشي زي ما الناس شايفة وزي التوجه العام وتاخد الوظيفة اللي بمرتب ثابت وهتعيش الحياة الروتينية دي؟ هنا في النهاية احنا بنتكلم عن انك في الاختيارات الصعبة لو ما فكرتش في الاسباب هتلاقي نفسك بتتعامل باللي الناس شايفاه صح، وبكده تبقى انت مش عايش الحياة بتاعتك. انت عشت حياة اخترت فيها بناء على منطق الناس وعلى وجهة نظر الناس، مش اسبابك ولا اللي انت عايز تبقى بتوصل. من الاخر لازم تقرر اذا كنت انت ناوي تعيش حياة خاصة بيك انت اللي راسمها ايا كانت النتائج ايه، ولا هتمشي في الطريق الامان اللي الناس مسمياه امان وكل الناس ماشية فيه، لان ده هيفرق في قراراتك. ما كنتش بقى اصلا بتاخد بالك من اختياراتك في المواقف الصعبة، اعرف ان حياتك حاليا مش انت اللي اخترتها، واختياراتك اللي انت عايشها ما كانش سببها اسبابك الداخليه. وبس كده، ومفيش اختيارات صعبه بقى في اللايك والكومنت والسبسكرايب والحاجات دي. فاعمل لايك، سبسكرايب، كومنت، وروق الدنيا. سلام. ما تبقاش تنسى تفعل زر الجرس وهات الباب معاك برضه. اختصر